السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ خان على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجرت بعد احبتي طوعا لانني رأيت قلوبهم تهوى فرائي. نعم اشتاق، ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي. ارغب في وصولهم دوما، ولكن طريق الذل لا تهوى ساقي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم السمنة البلدي على اصولها، طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. انا جايبه دلوقتي زي ما انتم شايفين، جايبه زبده جاموسي، زبده جاموسي. طبعا الزبده الجاموسي بتبقى لونها ابيض، اما الزبده البقري بتبقى لونها اصفر. هسيحها معاكم، هحول الزبده دلوقتي من زبده لسمنه بلدي بطريقه سهله جميله جدا، وان شاء الله تعجبكم. وهنزل لكم حلقه ان شاء الله ازاي تعملي الجبنه القريش في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. يلا بينا دلوقتي نسيح الزبده ونعملها سمنه بلدي. ادي الحله بتاعتنا على النار، هنزل بقى بالزبده. بسم الله. لازم توطي عليها، بسم الله كده، توطي عليها النار خالص، مش عايزه نار عاليه كده. كده هسيبها لما تسيح خالص. ما انتوا شايفين كده هي بدأت تسيح، انا موطيه النار عليها خالص. لازم تبقى على نار واطيه. انا قسمتها على حله تانية علشان كتير على الحله دي. كده لازم النار تبقى واطيه وتسيح براحتها خالص. ما ينفعش احطها على نار عاليه عشان ما تبص مني وتتحرق، لان هتطلع مرطه، هتبقى المرطه راقده في الحله من تحت. المرطه ما تبقاش متحمصه قوي، لونها بني قوي. لما المرطه تبقى غامقه تبقى اتحمصت السمنه قوي، فانا مش عايزه كده. انا عايزاها تستوي على نار هاديه خالص. هتديني سمنه مخضره وجميله، وهتديني مرطه فاتحه وحلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده خلاص بدأت الزبدة ساحت وبدأت تغلي. هنزل بقى بشوية ملح كده في الحلة دي، مش كتير، شوية صغيرين، مقام معلقة كده كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ألم المرطة دي. طبعا ناس كتير علقت لي احنا مش بنشيل المرطة. براحتك خالص، انت ممكن ما تشيليهاش عادي، بس انا بشيلها، بحب اطبخ بيها، بتبقى حلوه قوي. وانا بقلي للطبيخ بالمرطه، بتخلي ريحه الاكل طعمه حلو قوي، ريحته حلوه وطعمه حلو. فانت براحتك خالص، ممكن ما تشيليش المرطه. طبعا بيبقى فيه مرطه بتبقى راقده من تحت كده زي ما انتم شايفين كده. وزي ما قلتلك مش عايزه تشيليها ما تشيليهاش. وفي ناس بتاكلها كده تبقى جميله بردك. وزي ما انتم شايفين كده خلاص الزبده اتحولت لسمنه. طبعا انا شلت الريم. طبعا الريم ده لما بيرقط في الحله من تحت بيبقى مرطه، تبقى جميله جدا على فكره. بتتاكل زي ما قلت لكم، بيتطبخ بيها. ممكن لو عندك جبنه قديمه بتعملي بيها المش، تبقى جميله قوي قوي. فكده خلاص هي السمنه. هبدا بقى اطفي عليها واسيبها لما تهدى، واعبيها في برطمان ازاز يا اما حاجه ألمونيا. لو عندك حاجه ألمونيا او حله ألمونيا ممكن تشيليها فيها تخزنيها. يعني البلاستيك بيغير طعمها، براطيم البلاستيك طعمها بيتغير، اما الازاز او الألمونيا بتحافظي عليها وتقعد على قد ما تقعد، تفضل ريحتها وطعمها زي ما هو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص انا هطفي عليها، وكده طفيت عليها النار. هسيبها بقى لحد ما تهدى خالص وارجع لكم.
زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله السمنة جميلة ازاي، وما غلتش كتير، ما قطعتش يعني قلبها، يا دوبك غلوة والتانية والتالتة طفيت عليها علشان تبقى لونها فاتح كده وجميلة جدا. مش لازم يعني تحمصيها قوي وتقطعي قلبها، هي خلاص زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لك هتعبيها في برطمان ازاز او ألمونيا كده. نجيب مغرفة احسن. وزي ما انتم شايفين كده في برطمان ازاز، وبتحطيها في التلاجة او ممكن بره التلاجة عادي خالص، بس اقفليها كويس جدا اهو، اقفليها كويس جدا. شايفين لونها جميل ازاي، وعايزه اقول لكم ريحتها فظيعه. وزي ما قلت لكم دي سمنه جاموسي، البقري بيبقى لونها اصفر على فكره، هي لونها كده بس لما تجمد هتبقى لونها بيضه، هتبقى لونها بيضه خالص، يعني هي لونها مصفر. التانية بقى صفرة جدا جدا، حتى لما بتجمد بتبقى صفرة قوي. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم واستفدتوا من حلقة تسييح الزبدة، حولناها لسمنة بلدي. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة وسبسكرايب، وما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.